الإله الواحد آمين. قال كاتب سفر الرؤيا: ثم رأيت عرشا أبيض والجالس عليه، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. أيها الأحباء، لا شك في أن الحياة الدنيا مليئة بالأتعاب والأحزان، والدموع تلازم الإنسان من المهد إلى اللحد، ولا شك في أنه من محبة الله للبشرية أنه لم يجعل لها خلودا في دنيا الشقاء، لأنه ليست لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيد. ولا يغربن عن الأذهان أن الحياة العتيدة لأصفياء الله إنما هي الملك المعد لهم منذ تأسيس العالم، وهي الإرث الخالد في حياة الأبد. وما دمنا في هذا الجسد الترابي الكثيف فنحن غرباء عن الرب، فنثق ونصر بالأولى أن نخلع هذا الجسد ونتغرب عنه لنستوطن عند الرب. فأجسامنا التي نعيش فيها في حياة الزمان أجسام تترنم مع دنيا الزمان في ضعفاتها وتقلباتها وعدم استقرارها، أجسام يكون فيها الإنسان كريشة في مهب الريح لا تستقر على حال من القلق. ولما كان لناموس الوراثة أحكامه الحازمة النافذة، فليس غريبا أن ترث البشرية عن مورثها آدم الأول في نطاق ضعفاته آلام الأشواك وأوجاع الحسك التي حقت عليه بموجب القضاء الإلهي العادل. بالتعب تأكل من الأرض كل أيام حياتك، شوكا وحسكا تنبت لك حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. وإذا كانت الخليقة تئن وتتمخض معا، وتأوهاتها وطرقاتها مسجلة على صفحات التاريخ تنطق بمآسي الحياة البشرية في جميع أجيالها، فما ذلك إلا لأن البشر هم الورثة الشرعيون لمورثهم الشرعي آدم الأول أبي الإنسانية. وها هو ذا يعقوب أبو الأسباط يقول لفرعون: أيام سني غربتي 130 سنة قليلة وردية. والمرنم يؤيد هذه الحقيقة فيقول: أيام سنين هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة ف80، وأفخرها تعب وبلية. وسليمان الحكيم يرثي لحال من أشقتهم دنيا الزمان، ويضبط الذين نجوا من شرها،
وصاروا في مأمن من نكبتها. ويقول: ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجرى تحت الشمس، فهو ذا دموع المظلومين ولا معز لهم، ومن يد ظالميهم قهر، أما هم فلا معز لهم. فغضبت أنا الأموات الذين ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء الذين هم عائشون بعد، وخير من كليهما الذي لم يولد بعد، الذي لم يرى العمل الرديء الذي عمل تحت الشمس. ألم يربط الوحي الإلهي الذين يموتون في الرب لأنهم يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم؟ وها هو ذا بولس الرسول لأني في لوعة وحسرة قائلا: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ هذه سجية دنيا الزمان، طبعت على كبر وأنت تريدها، صفوا من الأرزاء والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متقلب في الماء جذوة نار. ومن فرط محبة الله لأصفيائه أنه في نطاق الإيمان يستعذبون مرارة الحياة، حتى أنه من الآكل يخرج أكل، ومن الجافي تخرج حلاوة. ففي نطاق الإيمان يتهلل ويصر ويبتهج أصفياء الله، وهم في وسط أتون نيران التجارب والأحزان. وفي نطاق الإيمان تصبح الأشواك ورودا ورياحين، وفي نطاق الإيمان تصبح عواصف البلايا وأعاصير النكبات تثبيتا وتمكينا لشجرة حياة المجرد المنكوب للامتداد والنمو والازدهار، لأننا نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل يوم، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. هذا في دنيا الزمان. أما في عالم الخلود فقد أعد الله لأصفيائه سعادة أبدية ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه. هناك في حياة الأبد حيث يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم، حيث مسكن الله مع الناس، حيث يسكن الله معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، حيث يمسح الله كل دمعة من عيونهم، حيث لا يكون هناك حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. منذ 40 يوما روعت الكرازة المرقصية بفقد عاجلها العظيم ورئيس أحبارها الكريم سيدنا الأنبا يوساب الثاني بابا الإسكندرية وبقي لك الكرازة المرقصية. فتيتمت من خليفة كاروسها الإنجيلي ماري مرقس الرسول، وقد كان الحزن عظيما شاملا لفراقه الأليم، وفي نفس الوقت كان المتنيح مطوبا لأنه بدأ حياته الخالدة حيث الغبطة والسعادة وحيث النعيم المقيم. هذا وإننا في معرض إحياء ذكرى 40 لنياحة عظيم أحبار الكرازة المرقصية سيدنا الأنبا يوساب الثاني، نلمس روعة الذكرى التي تتجلى فيها عظمة رئاسة الكهنوت، ونستطيع إدراك هذه العظمة الكهنوتية مما قررته البديهيات المنطقية، فضلا عما أعلنته الشريعة الإلهية. فمكانة الأشياء تتبع دائما مصدرها، وسمو مكانتها
إنما يتناسب تناسبا فرضيا مع سمو مصدرها. ولما كانت السماء أسمى من الأرض، لهذا فإن السمائيات أسمى من الأرضيات. وفي نطاق هذا المعنى تكون الروح أسمى من الجسد. وهناك وظائف ومراتب أرضية وأخرى سمائية، لكن مجد الأرضيات شيء ومجد السمائيات مجد آخر. فالكهنوت هبة سمائية، معين مواهبه ومصدر سلطانه السماء، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروح قال رب الجنود. كما أنه لا يأخذ أحد هذه الكرامة لنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا. وقد أعلنت الشريعة الموسوية كرامة الكهنوت وسلطانه الذي يسمو على سلطان ملوك يهوذا الذين لم يكن سلطانهم يعبد الظاهر المحسوس. أما سلطان الكهنوت فيحكم الأرواح والنفوس. وقد سجل التاريخ المقدس روائع الأحداث التي تجلت فيها عناية الله بسلامة الكهنوت الهاروني وحرصه تعالى على كرامة قدسيته. فلما تطفل عزي ملك يهوذا إذ حدثته نفسه الأمارة بالسوء بالتدخل في اختصاص الكهنوت، انتهره رئيس الكهنة ليمنعه عن هذا التدخل الجريء المخالف لشريعة السماء والمتهم لكرامة الكهنوت، وأوراه أنه إن يكن ملكا على عرشه المدني لمباشرة شؤون الزمان الثاني، أن للكهنوت عرشه الروحي تؤيده السماء بسلطانها لمباشرة شؤون الخلود الباقي. فلما حقد عزي على رئيس الكهنة سافرا في تطفله ولغته، باره الله إذا به قد أصيب بالبرص فشمله عاره إلى يوم موته. ولا يغيبن عن البال افتتاح الأرض وابتلاعها لقورح وداثان وأبرام المتطفلين على الكهنوت، وموت المائتين 250 رجلا حرقا بالنار في مشاجرة قورح ومؤامرته. وكان حسما للنزاع ومنعا للتطفل وتأييدا لسلطان الكهنوت وكرامته أن أظهرت عصا هارون دون عصي باقي الأصباط. كما رتبت الشريعة اللويين دون جميع الأصباط لحمل لوازم الأقداس دون التدخل في شؤون الكهنوت مطلقا. أما الأجنبي الذي يقترب إلى الأقداس فإنه موتا يموت. وتسلم موسى الكهنوت من الله وسلمه إلى هارون ونفسه من بعده، إلى أن وصل إلى زكريا الكاهن الذي بدوره سلمه إلى ابنه يوحنا المعمدان. وهناك على نهر الأردن تسلمه منه وقت العلاج السيد يسوع المسيح وفيه له المجد. تطور الكهنوت الهاروني القديم الرمزي إلى كهنوت حقيقي جديد في الذبيحة الدموية على طقس هارون مرة واحدة على الصليب، فوجد فداء أبديا، وفي غير الدموية إلى الأبد على طقس ملك صادق. وقد تسلسل الكهنوت في العهد الجديد في ذبيحته غير الدموية الملكي صادقية من السيد المسيح إلى الرسل. وفي هذا يقول الرسول: هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. ومن مار مرقس الإنجيل كروز الديار المصرية إلى أنيانو وسائر ثلاثاء الكرابة المرقسية إلى المتنيح مغبوط الذكر خالد الأثر المتنيح الأنبي يوساب الثاني كمالة 115 دقيقة على عرش ماري مرقس الرسول. وجميل جدا أن تعتز الكرابة المرقسية بتسلسل الخلافة الرسولية في انتظام رائع دليل الرضاء الإلهي وعناية رب الكنيسة بإرادة رسوله الأمين الذي كان بيته في أورشليم ملاذا
وملجأ أمينا للفادي وتلاميذه، حيث هناك أعد الفطر والعشاء الرباني وحلول الروح القدس على التلاميذ وظهور الفادي لهم ولتوم بعد القيامة. والفادي صادق في وعده بكنيسته، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر. والكنيسة توجد في قداساتها وكافة طقوسها ذكر شخصيات الأحبار الرسوليين، لأنهم رمز الخلافة الرسولية، شخصيات اتصال المواهب الروحية من السلف إلى الخلف بوضع اليد الرسولية. وعند انتقال أحبار الكنيسة إلى حياة الخلود تذكر الكنيسة نفوسهم طالبة لهم النياح في الأمجاد السمائية: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. كما تطلب الكنيسة من راعي رعاتها الأعظم الرب يسوع المسيح الإرشاد والتوجيه لاختيار الراعي الصالح لاستئناف تسلسل الخلافة الرسولية. ولا شك في أن حزن الكنيسة عند وفاة رؤساء كهنتها إنما هو لألم الفراق، وهكذا بكى التلاميذ في أفسس ووقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها: إنهم لم يروا وجهه أيضا. ومنذ 40 يوما خاطب الراحل العظيم سيدنا الأندلساب كنيسته إكليروسا وشعبا بلسان الحال في نطاق الطقوس الدينية في روعتها الخشوعية الجليلة. خاطبهم قائلا: إنكم لا تعودون ترون وجهي بعد. وكم تجاوبت مع هذا الوداع زفرات القلوب وصرخات الحناجر، فكانت الدموع من المآقي، فكان البكاء وكان العويل، وكانت حقا مظاهرة استفتائية حرة طاهرة نزيهة لها روعتها ولها جلال منطقها السليم المعبر عن مكانة الراحل العظيم في قلوب رعيته وأفراد شعبه الوافدين ذرافات ورحبانا في نطاق المئات الآلاف من النسمات جاءوا إلى الكنيسة ليلقوا بآخر نظرة وداعية بالإطالة عن ذواتهم وبالنيابة عن الذين يمثلونهم على أبيهم الحنون، وقد تقرحت منهم الجفون وغرقت بالدمع السخين العيون. أما من حيث انتقال الأحبار من عالم الفناء إلى عالم البقاء، لأن فيه الانتصار على آلام الحياة ونكلات الزمان، ففي هذا تجد الكنيسة الصبر والسلوان ونعم العذاب. وكم كان الموقف رائعا منذ 40 يوما أيها الأحباء، حين أجلست الكنيسة رئيس أحبارها بعد نياحته على عرشه البابوي وطولته وضبطته لبدء حياته الخالدة. ولله له القائل: علو في الحياة وفي الممات لحقا تلك إحدى المعجزات. الراحل الكريم سيدنا الأندلساب الثاني قام إبان حياته بحمل الأعباء البابوية وأثقالها ومتاعبها في صبر جميل واحتمال تقتضيه المحبة المسيحية الكاملة التي كان قلبه الطاهر بنعمة الله عامرا بها، لأنها تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء ولا تسقط أبدا. وفي خلال رئاسته المباركة وعهده الكنسي المزدهر بالنعمة والبركة استمتعت الكنيسة بإنجاز شتى المشروعات، فمن كنائس ومدارس ومعاهد وملاجئ ومستوصفات ومستشفيات وما إلى هذه من منشآت دينية وخيرية وعمرانية واجتماعية. وإذا أراد الله نشر فضيلة تويت أتاح لها لسان حسود، فقد تجندت ضده نجح الله نفسه الطاهرة ورتب ثراه وأكرم مثواه
تجندت ضده النكبات والهموم وشتى الأحداث، حزمت أمرها لإيلامه وتكبير صفو حياته، فأفقدته في شيخوخته مناعته الجسمانية، فثارت عليه الأمراض والأوجاع المختلفة، واستبدت به مرارة الحياة بلا شفقة ولا رحمة، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة على فراشه في داره البطريركية، وحينئذ خلع عنه جسد الآلام، وقفزت روحه النورانية إلى عالم الأمان وبر السلام، وعاد التراب إلى الأرض كما كان، ورجعت الروح إلى الله الذي أعطاها. الآن هو في سماء الخلود منضما إلى 114 بطريركا بطاركة الخلافة الرسولية للكراسة المرقسية، يصلي معهم إلى رب الكنيسة ليهيئ الراعي الصالح المختار من لدنه تعالى لرعاية كنيسته بطهارة وبر واستقامة. وكما كان يليذ له أن يصلي من أجل كراسته الرسولية إكليروسا وشعبا، هكذا في الحياة الأخرى، وهي امتداد لحياته الزمنية على الأرض، فيظل يصلي من أجل سلامة الكراسة وازدهارها لمجد اسم الفادي الحبيب. كم كان يليذ له أن يصلي من أجل دوام ازدهار ابنته الروحية إثيوبيا العظيمة وسلامة عاهلها الجليل، وبيته الإمبراطوري والأمراء والرؤوس وسائر أفراد الشعب الإثيوبي النبيل وقادته الساهرين الروحيين والمدنيين. وها هو ذا الآن في حياته الانتدابية الخالدة يواصل الصلاة الحارة من أجل سلامتهم جميعا. وكم كان يليذ له أن يصلي بحرارة ويدعو من صميم قلبه من أجل سلامة السيد الرئيس جمال عبد الناصر وصحبه الأبطال بازدهار مشروعات الثورة المباركة وانتصار البلاد على الطغيان الاستعماري الغادر. وهكذا في حياته الخالدة الامتدادية فيظل مترنما في ابتهالاته بسلامة الوطن والمواطنين في عهد الجمهورية الزاهر برئاسة رئيسها البطل وسلامة صحبه الأوفياء الأبطال. له النياح الدائم السعيد في سماء الخلود، والانفرادة المرقسية الزاهرة العداء. وإني بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن حضرة صاحب النيابة الأنبا أثناسيوس قائم مقام البطريرك وجميع حضرات أصحاب النيابة أحبار الكنيسة مطارنة وأساقفة الكرازة المرقسية، والكيروس بجميع صفوفه ومراتبه، والشعب بجميع أقطابه وهيئاته في شتى نواحي الكرازة المرقسية. أقدم واسع التشكرات القلبية لجميع السادة الكرام الذين شاركونا اليوم في إحياء ذكرى 40 من متنيح سيدنا الأنبا السادس الثاني، أطال الله في حياتهم جميعا وأدامهم ذكرا للوطن المفدى وأحسن ختامنا أجمعين، ولإلهنا الشكر في كنيسته إلى آباد الدهور كلها. آمين.